السلام عليكم يا شباب، لعلكم بخير. النهارده ان شاء الله معانا فيديو مهم جدا هنبدأ نوضح فيه ازاي تستخدم الرباط الضاغط او البنداج بالشكل اللي انت شايفه ده باختلاف الانواع بتاعته ان شاء الله. في البداية كده معاكم محمد علاء، طالب بكلية العلاج الطبيعي، ويلا نبدأ. اول حاجة طبعا تسألهاني، هو انا يا دكتور امتى استخدم البنداج او الرباط الضاغط وليه استخدمه اصلا؟ هيفيدني في ايه بالظبط؟ هقول لك، لنفرض مثلا ان انت كنت امبارح بالليل بتلعب ماتش كورة او قاعد في الشارع مثلا ووقعت اتخبطت على ايدك، تمام؟ المهم وقعت على ايدك وصحيت من النوم، بعد ما روحت لقيت ايدك دي مورمه على شكل غير طبيعي خالص. يعني مثلا ايدك اليمين كويسه، لقيت ايدك الشمال دي مورمه خالص وباين عليها التورم، وبتلاحظه في ظهر ايدك من هنا، مش هتلاحظه هنا في كف الايد في الغالب. فبالتالي تلاقي ايدك من هنا مورمه، ممكن تلاقي صوابعك مورمين معاهم، وممكن الموضوع تلاقيه انتشر في الساعد بالكامل، وكمان ممكن ساعات تلاقيه وصل لحد الايه الارم او دراعك من فوق، تمام؟ فدول طبعا كلهم بتبدا ان انت تستخدم لهم رباط الضغط او البنداج باختلاف الانواع بتاعه. حتى كمان لو في شاش طبي ممكن يدي لك شويه من الوظيفه بتاعه البنداج، بس اساسنا مين؟ البنداج. طب هيعمل لي ايه بالظبط يا دكتور البنداج؟ هقول لك والله البنداج ده وظيفته مهمه جدا، ان هو بيضغط لك على الميه اللي هو الارتشاح اللي موجود في الايد بتاعتك مثلا من هنا، يبدا يضغط لك عليها علشان يرجعها لك تاني للاوعيه الليمفاويه، ويرجعها تاني بمعنى اصح للاوعيه الدمويه، وتلاقي الانتفاخ ده والتورم اللي موجود عندك بدا ان هو يروح. طب لنفرض يا دكتور ما عنديش ايد واحده بس اللي مورمه وايديا الاتنين مورمين، هقول لك يبقى لو عندك علاج الضغط تبدا تاخد علاج الضغط، عندك علاج الكبد تاخد علاج الكبد، عندك علاج للقلب تاخد علاج للقلب، ولو عندك علاج للكليه تبدا تاخد علاج الكليه، وتتاكد ان انت منضبط على الكلام ده كله. ولو ما كنتش بتاخد اي حاجه من الاربع حاجات اللي قلنا عليهم، حاول ان انت تعمل البنداج، وتبدا برضه ان انت تروح للدكتور، وتخلي بالك ما تضغطش على البنداج جامد زي ما هنبدا نشوف خلال الفيديو، تمام؟ ولو ايدك طبعا واحده بس، طرف واحد بس هو اللي مورم، يعني وان لمب، خلاص ده انت كده ممتاز جدا، تبدا تطبق الانديكيشن ان شاء الله تلاقي الموضوع انتهى بالبنداج اللي قدامك ده او رباط الضغط. طيب دلوقتي بقى نبدا بالجزء العملي. لو انا دلوقتي خلاص يا دكتور مسكت البنداج، استخدمه ازاي يعني؟ قال لك والله انت هتفتح البنداج مثلا بالشكل ده، بتلاقي ان بدايه البنداج عامله كده، هل ده المسكه الصح؟ هقول لك بصراحه يعني لا، دي مش المسكه الصح، انت لازم تعكسه وتخلي بدايه البنداج ناحيه الاربع صوابع اللي موجودين من هنا، تخليهاش ناحيه الصباع الكبير يعني، يبقى ده كده بدايه البنداج. قال لك والله العيان اللي جالك او مثلا والدك والدتك اخواتك جدك جدتك، قال لك وانا امبارح والايد دي كلها ورمه، تمام؟ زي ما قلنا لو ناحيه واحده هتشتغل عليها الموضوع بيتحل بدون اي حاجه تاني، لكن لو الايدين الاثنين تزور دكتور افضل، تمام؟ طيب يبقى تلف البنداج وتزور الدكتور برضه. قال لك يا دكتور ببدا ازاي؟ قال لك والله ده وقع وايده هنا مورمه، والصوابع كمان لقيتهم منفخين كده ومورمين كلهم، وكمان هنا في الساعد منفخين برضه، وفي ورم كبير هنا في الساعد. اعمل ايه يا دكتور؟ قال لك هتبدا اول حاجه من مفصل الايه الهاند من هنا اللي هي الرزغ من هنا، تبدا بعد كده توصل للصوابع، وبعد كده ترجع لورا خالص، ده الترتيب اللي بنمشي بيه. طب يا دكتور هلاحظ ازاي؟ زي ما قلت لك تلاحظ في ظهر الايد مش في وش الايد، تقول للعيان يشمر، ولو الهدوم اللي هو لابسها دي ما تتشمرش يبقى خلاص يقلع الهدوم اللي موجوده من هنا، اللي هي يجي لك يعني المهم بير سكين، يعني على جلد كده، تبدا تشتغل على الجلد ذات نفسه، تمام؟ تبدا بقى تقول له يتني ايده، تلاقي ان في التانيه بتاعه المفصل من هنا موجوده، هتشتغل ايه يا دكتور؟ فوقيها، خلي بالك اهو ايده هنا فوقيها، يعني انت لو ايده هو عاملها لك كده يبقى تشتغل هنا مش تحت، لا فوق من هنا، تمام؟ يبقى اشتغل هنا يا دكتور. ابدا من الالنر سايد، الناحيه اللي من جوه ناحيه صباعي الصغير، احط البنداج كده، هدي ايه، هسيب حته مثلا صغيره كده مسافه عقلتين، وابدا بعد كده ايه الف يا دكتور اول لفه بالشكل ده. هي نص لفه انا عملتها، بعد كده اعمل ايه؟ تنزل الصباعين دول يمسكوا بدايه البنداج من هنا عشان ما يتفكش كده مثلا، وتبدا بعد كده ايه تلف اللفه بتاعتك. بص اللفه بتاعتي انا كملت النص التاني من اللفه، رجعت يا دكتور من هنا امسك البنداج ده، او مدخله فين بقى؟ في داخل البدايه دي تحت البنداج بتاعي، عشان اقدر ان انا ايه اكمل وما يفلتش. او عامل ايه؟ بص اهو خدت الحته التانيه، ودي كده اول لفه يا دكتور، تمام؟ الحته دي برضو ايه تحاول تدخلها برضو بالشكل ده مثلا، ندخلها كده، تمام؟ اجي بعد كده يا دكتور او ملافف اللفه التانيه، بص اهو اللفه التانيه، اللفه التانيه اهي، وصلت لهنا اللفه التانيه، هبقى اخد بعد كده اخر لفه اللفه التالته، تلاقيها ثبتت معاك بالشكل ده. اللفه التالته كده وصلت لتلاته، تمام يا دكتور؟ برضو زي ما قلت لك اللي فاضل منها تحاول تدخله من تحت. طب تمام. بعد ما خلصت يا دكتور 3 لفات اعمل ايه بالظبط؟ قال لك ترجع كده، انت كنت هتكمل كده، لا ترجع كده في المسافه اللي قدامك دي من هنا، وتخلي العيان يفتح صوابعه، لو كان عامل كده غلط تخليه يفتح صوابعه بالشكل ده، وتبدا بعد كده 3 لفات من هنا برضو بالشكل ده كده، تفرد البنداج على الاخر، تبدا تلف 3 لفات، تاكد ان هو مفروض بس على الاخر اهو. ابدا الف يا دكتور من هنا 3 لفات، ادي واحده، وادي التانيه، وادي كده يا دكتور اللفه التالته، تمام؟
بعد ما خلصت 3 لفات تتاكد في كل لفات يا دكتور ان انت ماشي بنسبه 40% من الضغط او الشد بتاعك، يعني ما تشدش كده، لا حاول ترخي كده 40% شد بس. هنبدا دلوقتي بعد ما خلصنا التثبيت بتاعنا 3 لفات تثبيت من هنا و3 من هنا، هنبدا دلوقتي ندخل على الاصابع. الاصابع بقى فيها اقوال كتير جدا، اللي يقول لك ممكن تبدا من هنا وممكن تبدا من هنا. هو ممكن، بس ليه ما تاخدش اللي جنبك على طول؟ هو جنبك اهو بيقول لك تعالى ابدا مني صباع الاندكس اول واحد من هنا. هنبدا بيه يا دكتور زي ما انت شايف اهو بالشكل ده، اتاكد ان البنداج مفرود، وابدا بعد كده ايه اخد اول لفه تمام بالشكل ده. هبدا منين يا دكتور؟ دلوقتي الصباع ده مورم كله ومليان ميه، طب هعمل ايه بالظبط؟ قال لك انا محتاج انزل الميه اللي في الصباع، انزلها لتحت. اعمل ايه؟ قال لك هل اضغطه من تحت عشان الميه تتحبس من تحت واللي فوق ما يعرفش ينزل، ولا ابدا من فوق واضغط الميه اللي فوق انزلها لتحت، والميه اللي من تحت اضغطها اخليها تنزل هنا، وبعد كده اللي من هنا اخليها توصل للاوعيه الدمويه؟ قال لك يبقى كده صح، ابدا من فوق لتحت. يبقى ابدا من اقصى حته فوق خالص، وابدا اسيب بس مسافه عقله واحده تمام. انا بقول لك التفاصيل عشان ده كله ممكن اسئله وممكن كلام انت مهتم ان انت تعرفه يعني. بسيب عقله يا دكتور من فوق خالص، الحته بس اللي هي ايه نص الضافر يعني. ليه؟ لان انت لو بتلف العيان والحته دي زرقت وانت شفتها بلونها ازرق، يبقى ده ساينوزس يا دكتور، وستيجننت هايبوكسيا بدات تظهر على العيان، بدا يزرق يعني، يبقى خلاص توقف، وانت كده شادد زياده عن اللزوم، تفك وترجع تبدا بشده اقل شويه تمام. زي ما انت شايف بالشكل ده خلاص الموضوع كويس. ابدا الف يا دكتور بشكل طبيعي اهو. اول لفه بتاعتي اتاكد بس ان هو ما يتنيش عليك تمام اهو. لفه يا دكتور ونزلت وكملت، والموضوع بسيط جدا تمام. طيب خلصت دلوقتي يا دكتور اللف بتاعي، اعمل ايه؟ قال لك هتخش كده يا دكتور في النص وتبدا تنزل لتحت. انزل بالشكل ده في البنداج بتاعي، الف كده عشان استقبلها بشكل كويس، واجي بعد كده من هنا يا دكتور تمام. ابدا اخش فين دلوقتي؟ على تاني صباع بالشكل ده. دخلت يا دكتور من هنا، ابدا من فوق خالص في القمه، سيب بس الحته دي، مش هبدا كده، مش هبدا كده، خلي بالك، هبدا كده اسيب حته بس، وابدا بعد كده ايه الف بشكل كويس اهو الشكل ده، الف وانزل الف وانزل، وانا سايب طبعا الحته اللي من فوق اهو، انا شغال الف وانزل بالشكل اللي انت ايه شايفه ده. جيت دلوقتي بقى يا دكتور لقيت البنداج عمل ايه معايا؟ خلص. بص اهو البنداج ده اخره من هنا، انا ربطه طبعا بعود خشب، خلص معايا البنداج اهو كده، خلص البنداج. اعمل ايه بقى؟ قال لك تبدا تجيب الخشبيه دي تشيلها بالشكل ده، وتحاول تثبت البنداج علشان تجيب اللي بعده وتشتغل عليه. ادي نهايه البنداج اهي. هعمل لها ايه؟ هاجي لها من هنا واقوم حاططها بالشكل ده، امسكها تمام، امسك البنداج اللي بعده، ابدا خلاص ابعد عود الكبريت ده، وابدا بعد كده ايه اجيب البدايه بتاعه البنداج زي ما قلنا، البدايه تكون ناحيه الاربع اصابع، وابدا يا دكتور بالشكل ده احط على الايه النهايه بتاعه البنداج اللي فات اهو. دي كانت هنا، كان البنداج اهو بينتهي من هنا، اقوم واخده من كده بالشكل ده، واقوم حاطط بدايه البنداج ده بالشكل ده كده اهو، دي على دي زي ما انت شايف. اعمل ايه بقى يا دكتور؟ قال لك تلف لفه تثبيت. ادي اول لفه تثبيت اهي تمام. تاكد بس ان النهايه تتحط من هنا او البدايه تحديدا تتحط بالشكل ده تمام. دي كده لفه تثبيت، تلف عليها لفه تثبيت كمان اهي كده، لفتين تثبيت. دلوقتي بقى يا دكتور نعمل ايه بعد اللفتين تثبيت دول؟ هتيجي من هنا هتقوم واخد بعد كده الصباع اللي موجود معاك. طب انا مش هقدر انا ناخده من هنا، هيبقى شكلها وحش، فاعمل ايه يا دكتور؟ قال لك تنزل من هنا عادي جدا اهو بالشكل ده. انزل يا دكتور كده تمام، وبعد كده اعمل ايه؟ اقوم طالع الصباع. بص شكلها حلو ازاي كده اهو. هبدا بقى يا دكتور اجي من هنا لفه كده بسيطه خالص في البدايه اهو، وابدا بعد كده على بدايه الصباع من فوق خالص، ابدا البدايه بتاعتي اهو. شايف ازاي سبت حته بس من فوق، وابدا اكمل بعد كده اللف بتاعي بشكل طبيعي. بص ازاي اهو، الف يا دكتور اهو لحد ما انزل انزل بشكل طبيعي جدا. انزل فين يا دكتور؟ انزل هنا؟ لا مش هقدر ان انا انزل هنا، انزل هنا تمام. هنا بيكون افضل ان انا انزل فيه عشان اقدر ان انا استعد للليتل فينجر، الصباع الصغير من هنا تمام اهو. انزل كده يا دكتور لحد ما اجي للصباع الصغير، اقول له تعالى لي اهو من هنا. هبدا ان انا اجي للصباع ده، هبدا اجي يا دكتور كده اهو، اجي في فوق خالص من القمه، سيب الحته بتاعتنا، وابدا بعد كده ايه اهو بالشكل ده، تلف زي ما انت شايف كده كده. وبعد ما هنا خلاص يعتبر خلصنا الصباع الصغير، هننزل بنفس الشكل اللي نازلين بيه الثلاث مرات اللي فاتوا. بص ادي هنا نازلين بالشكل ده، وهنا نازلين بالشكل ده، وهنا برضه بنفس الشكل اهو كده. تبدا ان انت تنزل وتدخل بقى على اخر صباع موجود معاك اللي هو الايه الصباع الكبير هنا الثمب. هتبدا انت تدخل على الثمب اهو من تحت، تبدا تجيله من فوق خالص بالشكل اللي انت شايفه ده، تبدا تسيب حته زي ما قلنا، وتبدا بعد كده ايه تلف برضه بنفس الشكل بالظبط اهو كده وكده وكده لحد ما كده خلاص نكون خلصنا بالكامل. تنزل بعد كده كده خلاص، تبدا تيجي في النهايه بتاعتك من هنا. خلاص انا ايه رابطها بعود الخشب اللي من هنا، اشيل عود الخشب خلاص، يرميه بعد كده من هنا وخلاص. ابدا الاقي اخر حته موجوده من هنا، ابدا احطها تحت الحته اللي موجوده دي. خلاص كده انا خلصت، اثبتها بالشكل ده اهو.
دخلها من تحت كده، وكده نكون خلصنا بالشكل زي ما انت شايف كده الهاند بالكامل. تقول للعيان ايه؟ تقول له اتني ايدك. يقول لك بتنيها يا دكتور، هي كويسه. تقول له حاسس في ضغط زياده مثلا ولا حاجه زي كده، يقول لك لا مفيش يا دكتور، يبقى انت كده خلاص اتاكدت ان الموضوع سليم، وكده ايده ممتازه جدا وما فيهاش اي مشاكل. في بعد كده شويه اسئله ممكن يسالوك عليها. هل لو في فراغات يا دكتور، الفراغات اللي من ورا تسيبها الاول ولا تسيب الفراغات اللي من جوه؟ اول حاجه هتقولها مادام خلص مني البنداج انا بجيب اللي بعده وبكمل بيه. مفيش حاجه اسمها انا بسيب الفراغات وخلاص بخش بعد كده على الساعد، لا، انت ما بتدخلش على الساعد الا لما تملى كل الفراغات. بس الاولى في الفراغات ان انت تسد الفراغات اللي موجوده في ظهر الايد من هنا، تمام؟ عشان لو اتسالت تعرف ترد على السؤال ده. يبقى نتاكد اهم حاجه ان مفيش اي فراغات موجوده هنا من ورا، وبعد كده الفراغات اللي من جوه نسدها بعدين. خلاص ممكن نجيب بنداج مثلا من هنا، نعدي مثلا ايه مره كده بلفه من هنا، وهنا برضو نفس الموضوع نعدي بلفه من هنا، ولفه اخيره مثلا تيجي من هنا، تيجي من هنا تختم برضو نفس الموضوع في الحته دي، تمام؟ وبرضو اتاكد من حاجتين مهمين جدا زي ما قلنا، ان هو يقدر يعمل فالنج للفنجر، يقدر يرصع صابعه عن بعض، وكمان يقدر ان هو يعمل ايه فليكشن في ايه الهاند بالكامل، يقدر يعمل ايه يتني صوابعه بالشكل ده. خلصنا كده يا دكتور اول حاجه اللي هي الهاند والفنجر بالكامل. نبدا دلوقتي نجيب البنداج الاكبر شويه معانا، نشيل منه الكليبس اللي موجود من هنا زي ما انت شايف، ادي الكليبس اللي تبدا تشيله. هنشتغل ازاي يا دكتور بالهاند في البنداج ده؟ قال لك والله بتيجي بتعمل 3 لفات تثبيت عادي جدا زي ما انت متعود. خلاص يبقى هي زي ما قلنا تبدا اهو يا دكتور ان البدايه بتاعتك تبقى موجوده هنا ناحيه الاربع اصابع، تبدا تحط بعد كده يا دكتور بالشكل ده، تسيب شويه من هنا زي ما شايف مسافه عقله ولا عقلتين، وتبدا اللف اهو. عملت من هنا ابدا انزل صباعين يمسكوا، وابدا بعد كده ايه الف كامل اللفه بتاعتي. اجي من هنا يا دكتور او مدخل البنداج من هنا واقوم الف اللفه بتاعتي. يبقى كده طبعا 1 وصلت لهنا، 2 اهو، وادي دي التالتة. خلي بالك الشد في كل ده 40%. وصلت هنا يا دكتور خلاص خلصت. ابدا دلوقتي بعد ما وصلت المرحله دي ابدا امشي بمرحله او قاعده اسمها تلتين وتلت. يعني ايه يا دكتور تلتين وتلت؟ مش فاهم. قال لك يعني تلتين من البنداج القديم وتلت من البنداج الجديد اهو الشكل ده. يعني لو قسمت البنداج مثلا يبقى تلت وتلت وتلت، يبقى التلت الاخير يبقى على الجلد الجديد والتلتين القدام على البنداج اللي فات بالشكل ده. تبدا تلف يا دكتور بنفس القاعده دي اللي انت شايفها اهو، تمام؟ ادي يا دكتور تقدر تبص من تحت تلتين وتلت اهو، تمام؟ ادي من فوق كمان تلتين وتلت اهو. كمل بقى بناء على الشكل ده تلتين وتلت اهو لغايه اما يخلص البنداج بالكامل، او لحد ما اوصل لمفصل الكوع او الالبو جوينت، تمام؟ كمل اهو بالشكل ده لحد ما نكون خلصنا. خلاص لو خلصنا من هنا تمام، ابدا ان انا اجيب البنداج التاني احطه فوق ده، الف لفتين تثبيت واكمل بعد كده لغايه اما اوصل لمفصل الكوع من هنا. طب ما خلصتش يا دكتور؟ قال لك وخلاص انا على كده ما عنديش بنداج تاني، مش هيقدر العين يشتري حاليا. قال له ده خلاص ادخل دي من تحت من هنا بالشكل اللي انت ايه شايفه ده. وكده نكون يعني مبدئيا ايه خلصنا البنداج، تمام؟ بالشكل اللي انت شايفه ده. خلاص يقدر العين ان هو يقعد كده لفتره معينه، عايز يقعد مثلا في البيت كده نص ساعه ساعه، وخلاص ببدا ان انا اشيل له البنداج واعلمه مثلا ازاي يربطه في البيت، وكده يكون الموضوع 100 100 زي الفل، تمام؟ طيب دلوقتي بقى في ناس يقول لك يا دكتور لا انا في الامتحان مثلا قال لك ايه يا دكتور، لا انا مش عايز اللفه دي يا دكتور تلتين وتلت، قال لك مثلا عايزك تلف لي سبايرال، تمام؟ يعني ايه بقى سبايرال يا دكتور لما حد يقول لك لف لي سبايرال؟ عشان تبقى فاهم بس الدنيا ماشيه ازاي اهو. بص يا دكتور ادي ال3 لفات بتوع البدايه تلفهم بنفس الشكل والطريقه. طب وبعد كده يا دكتور اعمل ايه؟ قال لك واحده فوق وواحده تحت. يعني ايه يا دكتور واحده فوق وواحده تحت؟ يعني انت لفيت 3 لفات، اجي كده يا دكتور اقوم عامل ايه لفه لفوق، تمام؟ جيب البنداج حطه بقى ايه بالشكل ده. طب لفه لفوق، وبعد كده يا دكتور اتاكد كل الفراغات مفيش فراغات خالص ولا من فوق ولا من تحت، واجيب بعد كده ايه لفيت لفه لفوق، لفه اللي بعديها لتحت، تمام؟ ده اسمه سبايرال، تمام؟ يعني ايه سبايرال؟ يعني تلاقي حرف الفي مرسوم من فوق، حرف الفي برضه مرسوم من هنا ايه في الحته دي، تمام؟ يبقى ده سبايرال. اجي بعد كده يا دكتور واحده فوق واحده تحت، ادي كده واحده لفوق، تمام؟ ادي اهي بالشكل ده، واحده لفوق تغطي على القديمه، بص القديمه تغطي عليها بالشكل ده، وبعد كده ايه واحده لتحت، ادي اهي واحده تنزل لتحت بالشكل ده. وابدا امشي يا دكتور بناء على القاعده دي لحد ما يخلص البنداج بالكامل، او لحد ما اوصل للالبو جوينت برضه. تخلي بالك يبقى مفروض منك بالكامل. هتلاقي في اكس بدات تتعمل من هنا، او حرف في حرف في برضه من هنا، وكمان هنا برضه هي ايه اتعمل حرف في بالفعل، وبدا ان هو يكمل. لو كملت البنداج لحد الايه مفصل الكوع من هنا خلاص هيكمل بشكل طبيعي. خلصت لحد هنا نفس الموضوع، اجيب البنداج ادخله بعد كده يا دكتور من هنا، تمام؟
والموضوع خلص بالكامل. تمام كده نكون خلصنا البنداج، والعيان يقعد بالشكل ده سواء سبايرال او تلتين وتلت. طبعا القاعده الاساسيه هي التلتين وتلت، بس لو اتسالت على السبايرال فادي السبايرال اهو، تقدر ان انت تعمله عادي جدا ما فيهوش اي مشاكل. تمام. ودلوقتي بقى يا دكتور في شويه ملحوظات ان انت تجيب كام بنداج بالظبط. مثلا لو سالني ايه افضل حاجه كعدد اجيبه، يعني قال لك 3 بنداج صغير علشان نغطي الهاند والفينجرز بالكامل اللي هم كل دول، عشان طبعا لسه في فراغات من هنا، فناقصني مثلا بنداج كمان واكون غطيتهم بالكامل. ولو قال لك الافضل تشد على العيان وانت قاعد بتعمل بالبنداج، ولا تحط كذا بنداج فوق بعض، تقول له احط كذا بنداج فوق بعض احسن من ان انا اضغط. ليه؟ لان انت لو ضغطت جامد هتضطر ان انت تفك، لكن لو عملت كذا بنداج فوق بعض عادي فك واحد من اللي عملتهم وخلاص، المهم انت مش هتفك اللي تحتيه، فبيكون تايم كونسيومنج وبتوفر الوقت والكلام ده. واتنين بانداج كبار بعد كده، بعد الثلاثه الصغيرين بتوع الهاند والفينجر بتجيب اتنين صغيرين تاني توصل لحد المفصل بتاع الكوع لحد من هنا الالبو جوينت، وبعد كده تجيب البانداج الاكبر بقى اللي هو 8 سم، تشتغل بعد كده ايه من اول الالبو جوينت لحد ما توصل لمنطقه الاكزيلا اللي هي منطقه الابط. تعال بقى نبدا نروح نشوف الكمبيوتر ونشوف التفاصيل اللي معانا. فزي ما انت شايف هنا مثلا في الكمبيوتر عندنا بيقول لك ادي واحده هنا بدات ان هي فعلا تعمل البانداج، وبعد ما خلصت مثلا الفينجرز والكلام ده راح بدات تلف بانداج تاني اللي هو باللون الرمادي شويه ده والغامق، بدات ان هي تلف بعد كده على مستوى الهاند كلها. طب بعد يا دكتور ما لفت على الهاند قال لك والله ممكن نشوف صور معينه. قال لك ادي البنداج اللي موجوده، قال لك اهو جيزنج مثلا فور الفينجرز، حاجات بتعصر الفينجرز، حاجات خاصه بالفينجر يعني من هنا زي ما انت شايف اهو لو من انواع البنداج دي. ودي بعد كده ممكن تشتغل بيها على مستوى الهاند تسد بيها الفراغات يعني، وبعد كده تبدا انت تجيب دي اللي هي الستوكيكين دي، تبدا انت تجيبها تسد بيها بعد كده الفراغات اللي موجوده في الساعد او اللي هي في الالبو جوينت يعني حد الالبو. وبعد كده انها تكبر شويه شويه وتبدا ان انت تتدرج في البنداج اللي انت بتربطه على البنداج الاولاني. خلي بالك الرمادي ده او الغامق شويه بيتربط على الفاتح شويه علشان يسد الفراغات وياكد عليه تاني، عشان كده قلت لك انت بتربط مرتين احسن ما انت تضغط من مره واحده وتشد على العين جامد. تمام. فدي ممكن تتفك بس المهم اللي من تحت ما يتفكوش. تمام. وبعد ما تخلص الثلاثه دول مع البنداج كله اللي موجود من هنا زي ما قلت لك اتنين على مستوى الالبو جوينت يغطوا لك الالبو بالكامل لحد مفصل الكوع، وبعد كده تجيب واحده للارم بالكامل اللي هي اسمها الفلافي بادنج، تجيبها بعد كده اكبر شويه زي ما قلت لك في العرض بتاعها ممكن تبقى 8 سم علشان تغطي مساحه اكبر. وفي الاخر خالص تجيب الفوم بانداج تبدا انت تلفه في الاخر خالص علشان تاكد على كل القواعد اللي موجوده معانا. زي ما انت شايف برضو في الاخر بيبقى شكل العيان كده بالظبط. تمام. ادي اهو العيانه اللي موجوده زي ما انت شايف البيدنج بتاعت الفينجر او الفينجر باد اللي في الاول خالص باينه اهي معاها، لكن كل الفراغات مسدوده 100% اكنه جبس طبي بالظبط، ويبدا طبعا يتلف لحد منطقه الابط او منطقه الاكزيلا. يعني لو جينا شفنا في برنامج الاناتومي بنشتغل من اول الاصابع لحد ما نوصل لمنطقه الاكزيلا دي بالكامل، توصل هنا تكون خلصت البنداج بتاعك على مستوى الطرف اللي انت شغال عليه. فده كده لو انت اكدت برضه نفس الموضوع بيسيبوا مسافه، بس هنا سايبين مسافه كبيره وشغالين بتكنيك مختلف عن اللي احنا شغالين عليه. تمام. فانت طبعا ربطت البنداج للعيان، تتاكد كده بعد 5 دقائق تبص كده على ايده، البنداج كويس يا حاج؟ اه والله الحمد لله. البنداج كويس يا حاجه؟ اه كويسه. طب تعبك في حاجه، حاسه ان في خنقه كده او في عدم حركه او عدم راحه في الحركه؟ قالت لك اه خلاص ممكن انت تفك اللي انت عملته زياده وتبدا انت تعمل الجديد بضغط اقل شويه. وزي ما قلنا الضغط طول ما انت ماشي بيكون 40% من البنداج، تجيش تشد على العيان جامد وتخنقه، لا انت عادي جدا بتعمل 40%، وبعد كده عايز تعمل واحده تاني فوقيها هيبقى حوالي 80%، فبتظبط الموضوع عادي جدا. وزي ما احنا شايفين كده كل التفاصيل بتاعه البنداج تكون طبعا خلصت بالكامل زي ما احنا شايفين برضو ادي الطريقه اللي احنا شغالين عليها. اللي موجود على اليوتيوب او اللي موجود على جوجل بشكل عام موجود حاجات كتير جدا ولكن مش بالتكنيك اللي احنا وريناه النهارده. ولكن زي ما قلنا دكتور لو موجود الكلام ده في طرفين احذر من الكلام ده، علشان ده كده انت ممكن يبقى عندك مشكله بسيطه، مثلا ممكن يبقى عندك بروتين ناقص في الجسم زي الالبيومين، فالالبيومين لما بينقص بيبدا ان هو يخلي الميه كلها ترشح كده في الاطراف، تلاقي ان ايديك الاثنين مليانين ميه ومليانين انتفاخات والكلام ده، وكمان رجليك الاثنين، وتلاقي ممكن بطنك كمان بطنك وحدها كده تلاقيها بدات تكبر مع ان انت ما تخنتش، تلاقي بطنك تكبر مع ايديك ورجليك ان هم شغالين بيتخانوا برضه، وتلاقي ان ايه في حاجه غريبه كده ان الميه شغاله بتتراكم فيهم. فتخلي بالك من الكلام ده كله، الافضل تزور طبيب لو ما كنتش واقع على ايدك والكلام ده كله. ولو الوقعه يعني بدات ان هي تكبر جامد ولقيت ان الميه اللي تحت الايد دي مش بتقل، فغالبا ده ممكن يكون كسر لو انت وقعت جامد يعني وكده، فتخلي بالك برضه تروح عند الدكتور، دكتور عظام، يبدا ان هو يجبس لك ايدك لو كان فيها كسر او حاجه زي كده، ويبدا يقول لك تعمل اشعاعات او الكلام ده لو كان الموضوع ده مطلوب. بس ان شاء الله ما توصلش لمستوى زي كده، خلاص يبقى عندك مثلا في طرف واحد اتخبطت عملت الايه البنداج ده وبدات ان انت تتعافى والموضوع يبقى عندك كويس جدا. ده كان يا دكاتره بالنسبه للموضوع بتاعنا للنهارده ده، يعني كل التفاصيل بتاعته كامله ان شاء الله ما يبقاش ناقصها اي حاجه تاني. فكده نكون قلنا كل حاجه. دعواتكم بقى لنا بالتوفيق والسلام عليكم.